أخطاء قاتلة مدمرة للصحة لما بنقرر نعمل دايت. خلينا نعرفها عشان نتجنبها. السلام عليكم جميعا، يا رب تكونوا بألف خير. فيديو كتير مهم وضروري وكان لازم أعمله من فترة طويلة عن أخطاء الدايت. للأسف ما زال في كتير من الأشخاص لما بيقرروا يعملوا دايت بيوقعوا بأخطاء كثيرة بتسبب مشاكل لصحتهم، فيجب إني أنا أنبهكم عن هاي الأمور ونحكي فيها بهالفيديو لحتى نتجنبها، لأنه أنا شايف لغاية الآن في كثير من الناس، سواء اللي بيبعتوا لي، سواء اللي بسمع عنهم، سواء اللي بشوفهم عم بيعملوا دمار صحي بحجة الدايت. فخلينا نعرف شو الاشياء اللي بتسبب لنا هاي المشاكل وكيف نتجنبها. بس يا جماعه بدايه اشتركوا في هالقناه وفعلوا جرس تنبيهات حتى تكبر هالقناه فيكم، ونضل متواصلين ان شاء الله بالفيديوهات والتمارين والتغذيه وكل شيء. واللي حابب ينضم للاسبوع الجديد من برنامج الدايت المجاني راح اترك لكم الرابط موجود في الوصف، او اكتبوا اسمكم بالتعليقات، وما تبخلوا علي بلايك لهالفيديو. اول شيء يا جماعه لما بنقرر نعمل دايت فاكيد راح نروح على موضوع الاكل. كثير من الناس للاسف لما بيقرروا يعملوا دايت اول اشي بيعملوه اللي هو قطع كل مصادر الاكل. عشان تعمل دايت لازم ما تاكل رز، ما تاكل خبز، ما تاكل سكر، ما تاكل فواكه، ما تاكل. بيجيب هالطبق هالخضار بيفطر فيه وبيتغدى فيه، وممنوع تاكل بعد الساعة 7، وإذا أكلت ممكن تموت. هاي الأفكار اللي لسه موجودة للأسف لغاية الآن في برامج الدايت أو في الناس اللي بتعمل دايت. بتوصل مرحلة بيكرهوا الواحد في شيء اسمه رجيم، حتى هو نفسه اللي بيعمل رجيم بيكره شيء اسمه رجيم. وفي كتير ناس ما بتعمل رجيم لأنه مفكرة إنه الرجيم هو هيك، إنه حرمان، ما في وأنا بدي ضلني آكل خضار بس وهاي الأمور. وين البروتين؟ ما في. وين الفيتامين؟ ما في. وين الكربوهيدرات واحتياجنا للطاقة؟ ما في. وين؟ للأسف رجيم البيض، رجيم التفاحة، رجيم المي، الكيتو دايت، كل هالخرافات اللي كتير ناس بيعملوها للأسف بينحفوا. بينحفوا. أي واحد ممكن ينحف بأي طريقة. ناس في السجون بتضرب عن الطعام بتنحف، تمام؟ أي طريقة أنتم ممكن تنحفوا فيها، ولكن هل النحافة هاي صحية؟ لا. هل النحافة هاي صحيحة؟ لا. هل النحافة جسمنا صحيا رح يستفيد منها؟ أكيد لا. وبالتالي يا جماعة لما تقرروا تعملوا دايت، إذا ما كان برنامجكم الغذائي شامل كل شيء ما تعملوا دايت. خليكم ناصحين على مسؤوليتي. إذا برنامجكم ما كان شامل كل شيء بدون حرمان، يعني أنا احتياجي كجسم، أول شيء أنا بحتاج بروتينات للتمثيل الغذائي، لحرق الدهون، لبناء العضلي، لكل شيء. البروتين من أهم الأشياء اللي احنا بنحتاجها في الجسم. فإذا برنامجك الغذائي ما في بروتين ما تعمله. رقم اثنين الكربوهيدرات. أول شيء لما بتقرروا تعملوا دايت بتقطعوا رز، بتقطعوا خبز، بتقطعوا بطاطا، بتقطعوا كل مصادر الكربوهيدرات زي الكيتو دايت. والكيتو دايت أنا ضده تماما، وهذا خطأ يا جماعة. الكربوهيدرات هي مصدر طاقة للجسم. كله كربوهيدرات وراح تنحفوا. كله رز مسلوق، بطاطا مسلوقة، مكرونة مسلوقة، الشوفان. كل مصادر الكربوهيدرات مفيدة إلنا، بتعطينا طاقة إذا أكلناها بطريقة صحية بدون ما نضيف عليها زيوت، بدون ما نضيف عليها أي مواد ممكن تعلي سعراتنا الحرارية. فالكربوهيدرات احتياجنا ضروري. أي نظام بيمنعك عن الكربوهيدرات أو بقلل كثير وبحد من الكربوهيدرات ما تعمله نهائيا. الفيتامين والمعادن اللي بناخذها من الفواكه والخضار ضروري جدا. الخضار ضروري يا جماعة، بس أنا مش حقعد أفطور وغدا وعشاء على الخضار بس من دون شيء ثاني. لا، الخضار بدخله، سواء بحطه على وجبة الفطور، بحطه على وجبة الغداء، ممكن أتعشى فيه، ما في مشكلة، ولكن يكون ضمن وجباتنا الأساسية. فأي نظام طبعا دهون صحية زي زيت الزيتون، زيت جوز الهند، المكسرات، الأفوكادو، هاي كمان إحنا بنحتاجها في الجسم. فإحنا برنامجنا الغذائي إذا ما كان شامل كل هاي الأشياء، زي البرنامج الغذائي اللي ماشيين عليه هلا واللي عم بتابعني جديد بيقدر يشوف على أول فيديو، الفيديو الرئيسي في القناة، البرنامج الغذائي اللي حطيت لكم فيه كل المكونات الغذائية، والحمد لله الناس من أول أسبوع نحفت 1 و2 كيلو. اذا انتم ما عم تدخلوا كل المكونات الغذائيه في اكلكم، اذا في مشكله. بس اذا دخلنا كل المكونات الغذائيه ونحفنا، اذا احنا عم ننحف بطريقه صحيحه وطريقه حلوه وطريقه مرتبه وعم نكسب صحتنا. هاي هي اول خطا، احنا خطا قاتل جدا احنا بنعمله لما بنعمل دايت. الخطا الثاني يا جماعه والكارثي برضه، اللي هو ناس كثير بتعمل رياضه، بتعمل دايت بس ما بتعمل رياضه. يعني بتروح بتخفف اكل او بتلتزم برنامج غذائي، حتى لو كان برنامج غذائي صحيح 100%، ما بتروح تلعب رياضة أو بتمارس أي نشاط حركي. وهاي غلط كثير كبير يا جماعة. إحنا بنتعامل مع الجسم على إنه كتلة دهنية وكتلة عضلية وجلد. إحنا لما بنكون وزننا زايد بتكون الكتلة الدهنية كثير كبيرة والكتلة العضلية صغيرة.
لما بننحف الكتلة الدهنية الكبيرة عم تصغر عم تصغر عم تصغر، وبنفس الوقت ما عم نلعب رياضة، فالكتلة العضلية لساتها صغيرة، وبالتالي الجلد اللي كان مغطي الكتلة الدهنية الكبيرة لما بتنحف الكتلة الدهنية راح يبلش يتجعد، راح يبلش يخف وما في كتلة عضلية يعني ترجع تدفش الجلد يرجع يقوى. لا، احنا مش عم نلعب رياضه، وبالتالي الكتله العضليه صغيره، الكتله الدهنيه عم تصغر، وبالتالي الجلد عم يتجعد، وبالتالي بصير عندنا شيء مزعج اسمه الترهلات، السلوليت. كل هاي الاشياء المزعجه بتصير بسبب انه احنا لما بننحف بدون رياضه. ضروري جدا يا جماعه، سواء كنتوا بتروحوا على الجيم، فالجيم موجود فيه كل شيء يخليكم تشدوا جسمكم من مقاومه، من كارديو، من كل اجهزه. ما بتروحوا على جيم، هيني انا موجود كل يوم عم بعطيكم تمارين منزليه مقاومه وكارديو لحتى تنحفوا وتشدوا جسمكم ونعمل احلى جسم. الحلو في الدايت يا جماعه مش بس ننحف، الحلو نبرز جسمنا بطريقه حلوه. اذا كانوا صبايا حلو انهم يبرزوا الجزء السفلي، الجزء العلوي يكون مشدود، الصدر، الظهر تكون بارزه، منطقه المؤخره، الافخاذ تكون حلوه. الرجل كذلك لما بنحف حلو يكون بطنه مشدود، كتافه شوي اعراض، الجزء السفلي يكون عنده قوي ومشدود. فاحنا لما بنعمل دايت ضروري نعمل نشاط حركي في الجيم، في البيت، في الشارع، اي مكان. فالرياضه يا جماعه ضروريه اثناء الدايت. الخطأ الثالث والقاتل جدا برضو يا جماعة انه احنا ناس متسرعين جدا في الدايت. بدنا ننزل يعني في اليوم بدنا ننزل 5 كيلو، ما عندناش مشكلة. في ناس بتعمل المستحيل ان شاء الله تاخذ سم عشان تنزل 5 و10 كيلو بالاسبوع. يا جماعة الجسم مش ماشين، مش آلة، مش ماكينة تقدر تنزلكم هذا الوزن كثير. هلا ممكن تنزله، ولكن راح يصير في مضاعفات صحية، راح يصير في زي ما حكينا ترهلات، راح يصير في أخطاء كثيرة في الجسم. وبالتالي يا جماعة بدنا لما ننحف ننزل درجة درجة، ننزل شوي 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 حتى نسيطر على نزول الكتلة الدهنية، نسيطر على زيادة الكتلة العضلية، نسيطر على صحتنا، يعني نغطي كل المراحل بطريقة صحيحة. ننحف شوي شوي حتى منه ننحف بطريقة صح، القلب يكون تمام، النحافتنا تكون تمام، جسمنا يكون مشدود، وما يصير عندنا أي ترهلات. هاي وصلنا طبعا للنقطة الثالثة. حكينا أول شيء التغذية، حكينا عن الرياضة، حكينا عن السرعة والتسارع. آخر نقطة يا جماعة في الأخطاء القاتلة، وهي أشياء أساسية أنا بعتبرها، أنا اليوم ما حبيت أني أغوص كثير في تفاصيل. من الأشياء الرئيسية يا جماعة الأمور النفسية. بدي أسألكم سؤال هلأ، كل حدا عم بيشوف الفيديو، إحنا ليش بنعمل دايت؟ أنا بدي كل واحد هلأ هو عم بيشوف الفيديو يجاوب، ليش إحنا بنعمل رجيم؟ هينا عم بسمع. أغلبكم راح يجاوب عشان ننحف، وهي إجابة خاطئة تماما. إجابة خاطئة تماما. بدنا لما نقرر نعمل دايت، إحنا بنعمل دايت وبنعمل رجيم عشان صحتنا، مش عشان ننحف. إذا بنشتغل على مبدأ الصحة رح نعمل كتير أمور إيجابية. إذا بنشتغل بس على مبدأ إنه ننحف، فإحنا رح نخطأ من أول يوم بالدايت. رح ننحف شوي، ممكن نرجع نلخبط، ممكن ما نسيطر على حالنا، ممكن دايتنا يفشل، ممكن نعمل دايت غلط، ممكن كل هاي الأمور يعني تتشابك مع بعضها. بس إذا فكرنا إنه إحنا بدنا نعمل رجيم عشان صحتنا، صدقوني رجيمكم رح يضل طول العمر، ورح تعرفوا تسيطروا على حالكم دايما، وراح تعرفوا كيف تاكلوا، كيف تشربوا، راح تعملوا سيرش لحالكم عن الاكل والشرب والفيتامين وشو الاشياء اللي تفيدكم، وراح تعملوا رياضه. متاكد في البيت ولا في الجيم ولا في الشارع ولا وين ما كنتوا راح تعملوا رياضه، راح تضلكم مهتمين طول حياتكم بصحتكم. يعني هدفكم ما راح يكون محدود انه انا بس انحف وخلص بعديها ارجع زي ما كنت، لا، راح يصير عندكم هدف كبير انه انتم تضلكم تحافظوا على صحتكم لبعد 20 و30 و40 و50 سنه، والله يعطيكم طولة العمر. فمهم جدا يا جماعه يكون هدفكم من الرجيم هو هدف صحي بحت من دون اي شيء. وحلو يا جماعه بين فتره وفتره لما بنعمل دايت انه نكافئ حالنا. كافئ حالك يوم اطلع كل الحلويات كل الاشياء الدسمه، بين فتره وفتره حلو. كافئ حالك على الصبر وعلى التعب وعلى كل شيء انتم بتعملوه. خلي ثقتكم بحالكم موجوده، ما تخلوا حدا ياثر عليكم يحكي لكم يا جماعه احنا عايشين كم مره بالدنيا، كل واشرب زي ما بدك. لا، هو بكون عم بغار منك ونفسه يكون زيك، او نفسها تكون زيك. كونوا دائما قدوه للي حواليكم، خلوا ارادتكم قويه. خليكم يا جماعه لما تعملوا شيء ابحثوا عنه قبل ما تعملوه، ما تتسرعوا باي خطوه تخطوها، لانه صحتكم اهم من كل شيء. اي خطا او اي انتكاسه بالصحه هي يعني انتكاسه عامه في حياه الواحد.
يا رب أكون فدتكم بهالفيديو. جهزوا حالكم للأسبوع الجديد إن شاء الله من البرنامج المجاني، وأنا معكم إن شاء الله لنوصل للأهداف جميعا. أشوفكم إن شاء الله دائما وأبدا، إحنا أقوى ناس في العالم. السلام عليكم.